الكابتن معتمد جمال كل ماتش فكره فنيه جديده تخليك يعني لازم تسقف للراجل ده ولازم تعمل للراجل ده كده. تجربه الزمالك اذا نجحت هذا الموسم وحقق الزمالك لقب الدوري المصري ستسمى نجاح تجربه معتمد جمال ثم نجاح تجربه جون ادوارد. معتمد جمال انقذ مجلس اداره نادي الزمالك وانقذ جون ادوارد من كارثه الموسم ده. الراجل ده مش بيكسب بركات، الراجل ده عنده فكر. انت كل ماتش للزمالك فيه فكر جديد. النهارده الزمالك بيلعب على التحولات بشكل ولا احسن فرقه بتلعب كوره في افريقيا. ايه اللي الراجل ده عامله؟ لما تشوف الزمالك في التحولات النهارده، لا شابوه للراجل ده. الراجل ده مدير فني على افضل ما يكون، وتسلم الظروف اللي خلت كل شيء في الزمالك كده النهارده بكل شيء ايجابي كده. في كل الازمات اللي فيها الزمالك، لا الزمالك موجود والزمالك لن يموت. النهارده الزمالك في الملعب بيبدا التشكيل، وهقول لك التشكيله دلوقتي 5 أو 6 لعيبه مثلا من ناشئين الزمالك. ما هو طبيعي الجمهور يبقى فرحان، انت ولادك هي اللي مخليك متصدر الدوري دلوقتي. انت النهارده الزمالك بيبدا محمد صبحي حارس مرمى، الزمالك مشتريه من وهو عنده مثلا 19 18 سنه لما كان في فرقه بتروجيت. باك يمين محمد ابراهيم ناشئين زمالك، قلبين دفاع محمد اسماعيل، حسام عبد المجيد صاحب الهدف ناشئين الزمالك، باك شمال محمود بن تايج. لعيب يعني الاستاذ ايمن ممدوح عباس قبل كده لما اتسال عن الزمالك، بما ان الراجل زملكاوي يعني، قال لك الزمالك ده براند كبير بس عليه شويه تراب، محتاج ان انت تنفض التراب من على الباترينا دي عشان يرجع لك تاني البراند الكبير. الزمالك بيعمل كده في اللعيبه اللي بيجيبها. محمود بن تايج كان لعيب في سانت تيان الفرنسي، لعيب احتياطي ما بيلعبش، صفقه الزمالك قبل انتقادات لما تم الاعلان عنها، لحد ما ظهر لك لعيب من افضل الباكات الشمال اللي جت في مصر مؤخرا وهو المغربي محمود بن تايج، باك شمال على افضل ما يكون. الزمالك عمل محمود بن تايج زي ما عمل لعيبه كتير قبل كده نجوم. تيجي في خط النص محمد شحاته، الزمالك جايبه في منتخب مصر للشباب، جايبه هو لسه 20 سنه، يعتبر ابن من ابناء نادي الزمالك. محمد السيد ناشئين نادي الزمالك. بيلعب عبد الله السعيد الاسطوره، عبد الله السعيد اللي بيلعب بدماغه اكتر من رجله. اللي يعني بص، عبد الله السعيد ده واحد من اهم 10 لعيبه جت في تاريخ مصر. مش هو الموهبه الاعظم، وهتلاقي كلام كتير قوي حوالين عبد الله السعيد، ولكن ممكن من اذكى 3 لعيبه جت في تاريخ مصر. لازم تذكر اسم عبد الله السعيد ده. لعيب ذكي جدا. يعني انا اعتقد ان عبد الله السعيد ده في حياته مع الناس اللي حواليه، الناس بتكلمه تستشيره في امور حياتها الخاصه، ده 100%. يا بخت لعيبه الزمالك اللي لسه بتبدا حياتها عموما مش في كره القدم، انها لما تحب تاخد نصيحه هتلاقي عبد الله السعيد جنبها تاخد منه النصيحه. احمد فتوح في ناحيه الشمال ناشئين الزمالك وكابتن نادي الزمالك النهارده احمد فتوح، اللي بعد الازمه الاخيره اتغير تماما احمد فتوح ده، ولايق عليه شاره الكابتنه. اخوان بزيره النجم اللي جه من اوكرانيا عشان خاطر يعني يخلي جمهور الزمالك يحمد ربنا ان زيزو مشي، لان لو كان زيزو ما مشيش ما كانش هيبقى فيه اخوان بزيره. بياخد النهارده نجم الماتش، مجهود، كل حاجه. ضيع كره في الشوط الاول اللي حاول يلعبها لوب على احمد الشناوي، بس شوف مجهوده، شوف الكره اللي كان هيجيبها في الشوط الثاني واللي تالق فيها احمد الشناوي تحت مهاجم وحيد ناصر هيرو الاسطوره.